السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكنافه بالمانجا بطريقه سهله وبسيطه جدا. المانجا دلوقتي كتير في السوق، استغلوها واعملوا بيها احلى الوصفات. كمان عايزه اقول لكم ان الكميه كلها اللي احنا عاملينها دي بمقادير كده لا تذكر، مقاديرها بسيطه جدا جدا، وان شاء الله هنسيب لكم المقادير مكتوبه في اخر الفيديو. وبتطلع النتيجه تحفه. شايفين عامله ازاي؟ هقول لكم كل اسرارها وتكاتها عشان تطلع معاكم بالجمال ده. طبقاتها كده حاجه بتدوب في البق. يعني كلنا بنعشق الكنافة بالمانجا. هتعملوها في البيت ان شاء الله بكل سهولة. متنسوش الاشتراك واللايك للقناة، ويلا بينا نشوف الطريقة والمقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة الكنافة بالمانجا هنحضر مع بعض الكنافة. انا معايا ربع كيلو من الكنافة. انا بجيبها من عند الراجل وبحطها في كيس وبخرج منها الهواء وبقفلها كويس جدا وبدخلها الفريزر. انا عايزاها كده بصوا تكون متجمدة جدا زي ما احنا مش شايفين كده. بعد كده ببتدي ان انا اكسرها. هتلاقوها بتتكسر معاكم بكل سهولة، طريقة سهلة وبسيطة جدا. طيب لو انت عندك كبه تقدري ان انت تعمليها في الكبه، يعني بتاخدي الكنافه كده شويه شويه في الكبه وبتبتدي ان انت تفرميها. بس انا حبيت ان انا اعملها بالطريقه دي عشان اللي ما عندوش الكبه يقدر يعمل الكنافه بالمانجا بكل سهوله. ببتدي ان انا اكسرها كده بايديا كويس جدا. طبعا هي متجمده فهتلاقوها بتتكسر معاكم بكل سهوله. ولو لقيتوا فيه حتت صغيره كده مش عايزه تتكسر كسروها بايديكم. ولو بقى مش عايزه تتكسر خالص دي بقى استبعدوها لان مش هتكون حلوه خالص في الاكل. شايفين الكنافه بتتكسر معايا بكل سهوله. بعد ما بكسر بقى كل كمية الكنافة بيكون بالشكل ده، هبتدي ان انا اضيف معلقة كبيرة من السكر البودرة. لو مش حابة ان انت تضيفيها تمام، بس هي بتدي لون حلو قوي للكنافة وبيكون لونها كده موحد. بعد كده هقلب الكنافة والسكر مع بعض. انا عايزة السكر كده يتوزع مع الكنافة. هضيف دلوقتي نص كوباية من السمنة السايحة، ولا دافية ولا سخنة ولا اي حاجة، سمنة عادية مجرد بس ان هي كده تسيح، يعني 100 جرام. وبقلبها بقى كويس جدا كده وبخلي الكنافة تتشرب كل كمية السمنة. في ملحوظة عايزة اقولكوا عليها مهمة جدا. لو الكنافة معاكوا بعد ما كسرتوها لقيتوها لسه ساقعة كده، اوعوا تحطوا السمنة، عشان لو حطيتوا السمنة هتلاقوا السمنة جمدت ومش هتسيح معاكوا في الكنافة. فسيبوها كده بدرجة حرارة الغرفة، بعد كده حطوا السمنة. جبت صينية او صاج وابتدي ان انا ارص كده كل كمية الكنافة، واكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 على الشبكة اللي في النص، وبدخل الكنافة تاخد لون كده ذهبي حلو. اهم حاجة وهي في الفرن كل شوية ابتدوا ان انتوا قلبوها عشان ما تاخدش لون من جنب وجنب لا وتتحرق معاكم. الطريقة دي اسهل بكتير من ان انت تحمريها على البوتاجاز. لو حمرتيها على البوتاجاز تاخد كمية سمنة كتيرة وتقعدي تقلبي فيها كتير واللون مش هيطلع حلو. الكنافة اتحمرت معايا واخدة لون بسم الله ما شاء الله حلو جدا جدا. الطريقة دي احلى بكتير من ان انت تعمليها على البوتاجاز. الكنافة هنا معايا بتكون سخنة والشربات بيكون بارد، وابتدي ان انا اسقي الكنافة. كمية الشربات زي ما انتوا حابين، بس ما تزودوش قوي الشربات عشان ما تطلعش معاكم في الاخر الكنافة بالمرنجة سكرها زيادة. انا حطيت بالظبط كده ربع كوباية من الشربات التقيل. اي شربات عندكم اللي هو بتاع الحلويات. ولو مش عندكم المقدار هقولكوا عليه دلوقتي. سهل جدا. معايا كوبايتين من السكر، عليها كوباية ونص من المية، وعصير نص ليمونة. بحطهم على النار. اول ما يغلوا بخلي النار اقل من الوسط واسيبه بالظبط 10 دقايق. بعد كده بطفي عليه النار وبيكون جاهز. معايا دلوقتي مانجا هبتدي ان انا اقشرها. وعايزه اقول لكم على احلى نوع مانجا تقدروا تستخدموه في الحلويات، هي المانجا الناعوم. بتكون مليانه لحم، واللحم بتاعها كده تقدروا ان انتوا تقطعوه مكعبات شرايح، يعني بيتشكل معاكم كده بكل سهوله. جبت منجايه كده كبيره وابتدي ان انا اقشرها. بصوا بتتقشر معانا سهل جدا. عايزه اقول لكم كمان المقشره دي حلوه قوي، ما بتاخدش كده من المانجا كتير. بفصل بقى اللحم بتاعها كده، مش هنسيب فيها اي حاجه. وعلى فكره المانجا النعوم مينفعش ابدا انها تتخزن ولا تتعمل عصير. يعني ما تعملوش عصير ابدا، ما بيكونش حلو عصير. بعد كده ابتدي ان انا اقطعها مكعبات صغيره، مكعبات بقى زي ما انتوا حابين الحجم ده بتاعكم انتوا. بصوا بتقطع معايا شرايح ازاي حلوه جدا بجد. احلى مانجا تشتغلوا بيها في الحلويات. بقطعها بقى كده، وما شاء الله عايزه اقول لكم منجايه بتعمل كميه حلوه قوي من الكنافه. ودلوقتي هنحضر مع بعض الكريمه. معايا 3 معالق كبار من السكر الحبيبات، بمعلقه الاكله وبالمعلقه المعياريه مش هتفرق. وعايزه اقول لكم المقدار ده كان مظبوط جدا. الكنافه بالمرنجه في الاخر طلعت طعمها تحفه وسكرها كان مظبوط جدا. بعد كده حطيت نص كوبايه من الميه المتلجه، ولازم الميه تكون متلجه علشان قوام الكريمه يكون معاكم تقيل وحلو. لو انت هتعملي الكريمه ساده يبقى حطي كوبايه ميه متلجه.
وهحط هنا كوباية من بودرة الكريم شانتيه الخام وهبتدي ان انا اضرب. لكن انا هنا حطيت نص كوباية مية متلجة عشان النص الكوباية التاني هحطه عصير مانجا من غير اي اضافات. فانا هعمل الكريمة بتاعتي بالمانجا زي ما قلت لكم، تقدروا انتوا تعملوها بالكريمة السادة من غير مانجا، فهتحطوا كوباية مية متلجة. المانجا هنا كانت غامقة علشان دي الحتت اللي طلعت من المانجا اللي انا ضربتها، فلونها كده بيغمق، فعشان كده قلتلكوا ان المانجا النعوم ما بتتضربش في الخلاط، هي بس للاكل. بضرب بقى كويس جدا لحد ما القوام كده يكون تقيل معاكم كده وحلو. دلوقتي هنحضر طبقات الكنافه. جبت كاس او كوبايه، وعلى فكره كمان تقدروا ان انتوا تعملوها في صينيه، بس يا ريت تكون صينيه بايركس عشان الطبقات كده تبان ويكون شكلها حلو. حطيت بقى كميه من الكريمه، بعديها كميه من الكنافه، الكميات زي ما انتوا حابين. بعد كده هرجع تاني احط طبقه من الكريمه. عايزه لكم الكريمه ساحت معايا شويه لان بجد الجو حر جدا، فاشتغلوا بيها على طول. واحط شويه من المانجا، بصوا غرقوها مانجا يعني، شهيصوا كده الكاس كده بالمانجا، طعمها حلو بجد جدا. بصوا هي عبارة عن طبقات، يعني طبقة كريمة وطبقة كنافة وطبقة مانجا، لحد ما بتخلصوا بقى الكاس وبتوصل معاكم الطبقات. اهم حاجة كل ما نيجي نحط طبقة الكنافة نبتدي ان احنا نضغط كده علشان تطلع الطبقات متماسكة معانا. بعد كده من فوق كده احط روزيتات من الكريمة، مش شرط ممكن تحطي الكريمة على طول، انا بس عشان الشكل. وحطيت شوية من المانجا المكعبات، تقدري تحطي كمان فوقيها واحدة كريز او مكسرات زي ما انتوا حابين، او تسيبوها كده شكلها حلو جدا. بصوا الطبقات عاملة ازاي، تحفة. بسم الله ما شاء الله، دي كده كل كمية الكنافة. بس عايزة اقول لكم في طبق تاني كده صغير انا عملته، يعني ما شاء الله، من كوباية كريم شانتيه وربع كيلو كنافة ومانجاية واحدة. بصوا عملت لنا كمية قد ايه، بجد حلوة جدا وموفرة، واحلى احلى من بره بكتير. يعني شوفوا الكنافة بالمانجا بره بتتباع بكام، بأرقام كده خزعبلية. فيعملوها في البيت طريقة سهلة وإن شاء الله تنجح معاكم. عايزة أقول لكم كمان على ملحوظة، لو انتوا بتحبوا الكنافة تكون فيها سنة قرمشة كلوها بعد 3-4 ساعات. لو عايزين الكنافة تكون طرية كلوها تاني يوم. بصراحة أنا بحبها ما بتكون الكنافة طرية، فأنا سبتها لتاني يوم. بصوا ده الطبق اللي قلتلكوا عليه، بصوا شكله حلو جدا. حطيت طبقة من الكنافة وطبقة من الكريمة وطبقة من المانجا، تحفة يا جماعة. وكمان عايزة اقول لكم ان الكريمة زي ما قلت لكم كانت ابتدت ان هي تسيح معايا، الجو حار. بصوا لما تدخل التلاجة بتمسك، فما تقلقوش منها خالص لانها في كاسات، فمش شرط ان هي تكون تقيلة قوي. بصوا بقى لما خدنا كده بالمعلقة طالع كده قطعة من المانجا والكنافة والكريمة والمانجا، حاجة كده وهم بجد. جربوها هتعجبكم جدا جدا، من احلى الطرق للكنافة بالمانجا، تقدروا تعملوها بكل سهولة في البيت. انا بقول لكم كل الوصفات الناجحه اللي هتنجح معاكم ان شاء الله من اول مره. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وتجربوها، المانجا كتير في السوق، وصفه سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص. ويا ريت لو بتشوفوا قناتي لاول مره تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم مني اشعار بكل فيديو انا بنزله. وما تنسوش يا حبايب قلبي تحطوا لي لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.